السلام عليكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. فيديو النهارده هشارك معاكم تجربتي مع الحنه. هقول لكم ايه هي المكونات اللي انا بضيفها على الحنه علشان تطول الشعر وتتقله. وكمان البنات اللي بتشتكي ان شعرها بيتساقط، بعد فيديو النهارده مفيش تساقط للشعر نهائي، بالعكس شعرك هيطول ويتقل بطريقه ملحوظه جدا. هقول لكم كمان على ماسك حلو قوي مكوناته موجوده في كل بيت، هيطول ويتقل الشعر بطريقه ملحوظه ان شاء الله. اما بالنسبه للبنات اللي بتخاف ان هي تحط حنه على شعرها عشان شعرها ممكن يتساقط او حتى بعد الشر يتكسر لما تيجي تغسل الحنه، هقولك ازاي نغسل الحنه بطريقه سهله جدا جدا. هتنزل الحنه كده من على شعرك على طول ومش هتبهدلي نفسك ولا هتبهدلي الدنيا. فتابعي الفيديو للاخر عشان تستفادي بكل حاجه انا هقولها في فيديو النهارده. لو عجبك فيديو النهارده ما تنسيش تضغطي له لايك، ويلا بينا نبدا على طول. يلا نسمي الله ونصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونبدأ نعمل الحنة مع بعض. بس قبل ما نعمل الحنة عايزة أنصحك نصيحة، لازم تجيب الحنة من مكان مضمون، علشان في ناس كتير للأسف بتغش في مكونات الحنة ومش بتبقى حنة بيور ولا أي حاجة، فده بيساعد كمان ان شعرك يتبهدل أكتر لو انتي كنتي بتعالجيه. ايه اكتر انواع الحنه اللي انا استخدمتها وجابت نتيجه حلوه جدا معايا؟ الحنه اليمنيه يا بنات، تحفه تحفه بجد، حلوه جدا، لو تقدروا تجيبوها جيبوها. ومن الحاجات الحلوه قوي قوي اللي انا جربتها واللي هي معانا في فيديو النهارده، صديقه سعوديه قالت لي عليها، ربنا يبارك فيها يا رب، قالت لي حنه المدينه، وفعلا طلعت حلوه قوي قوي بجد، طلعت حلوه قوي. فحنه المدينه من الحنات الحلوه قوي، البيور اللي مش مخلوط عليها اي حاجه، وفعلا فرقت في طول الشعر جدا معايا. بصوا لونها بيور جدا وطبيعيه جدا، معلهاش اي اضافات خالص. عايزه اقول لكم كمان لو انتوا مش متاح عندكم اي نوع من اللي انا قلته دلوقتي، تقدري تروحي بقى للعطار وتقولي له عايزه حنه بس يطحنها قدامك، يعني يجيب اوراق الحنه قدامك كده ويطحنها، بحيث انك تبقي ضامنه تماما ان الحنه بيور ما فيهاش اي اضافات خالص، وتبقى حنه طبيعيه 100%. تمام كده يا بنات؟ تمام جدا. بصوا بقى، فوائد الحنة كتير قوي، يعني بتخلي الشعر يطول ويتقل بطريقة صحية جدا وفوائدها عظيمة. بس لما نيجي بقى نعجنها لازم نعجنها بمكونات تزيد الجمال ده جمال، بحيث ان الشعر يطول بسرعة بطريقة صحية اكتر. وكل الفوائد اللي احنا هنعمل بيها الحنة النهاردة حاجات موجودة في كل بيت، حاجات طبيعية ما فيهاش اي اضرار، بالعكس بتزيد الحنة جمال وبتزيد الشعر طول وتقل. دلوقتي عندنا بصلاية وتوم. التوم على حسب، يعني مثلا ممكن 4-5 فصوص توم هنقطعهم كده بطريقة عشوائية، وبعدين نحطهم في حلة وهنضيف عليهم 3 كوبايات مية، وبعدين هنحطهم على النار. عايزه بقى البصل والثوم كده يتكتكوا مع بعض ويغلوا مع بعض لغايه لما لون البصل يكون شفاف. بصوا، احنا عايزين فوائد البصل والثوم، احنا مش هنحتاج البصل والثوم نفسه، احنا عايزين الميه بتاعتهم بس عشان نعجن بيهم الحنه. فهمت قصدي؟ واي بنات قلقانه من الريحه او روايح البصل او الثوم، ما تقلقوش نهائي، مش هيبقى فيه اي ريحه في شعركم نهائي، احنا بس هناخد فوائد البصل والثوم. لان لما نعجن الحنه دلوقتي هنحط لها حاجه مش هتخلي ريحه اي حاجه موجوده من المكونات اللي احنا بنقول عليها دلوقتي. خلاص كده البصل بتاعنا والثوم تقريبا يعني اخدنا كل الفوائد اللي فيه، البصل بقى شفاف، خلاص كده هسيبه يبرد شويه على جنب، مش عايزاه يبرد خالص، انا بس عايزاه يهدى شويه، وبعدين نبدا نعجن بيه الحنه. عاوزين نعجن الحنة في حاجة يكون ليها غطا، علشان الحنة هتفضل عندنا ليلة كاملة في التلاجة، علشان ما تكرفش اي ريحة في التلاجة، وفي نفس الوقت كمان تبقى محكمة. لو ما عندهيش حاجة ليها غطا، ببلاستيك راب بقى، بألمونيوم فويل او اي حاجة تغطي بيها الطبق اللي انت هتعجني فيه الحنة. تمام. المقدار اللي انا هقوله دلوقتي هيكفي لمتوسط الشعر اللي هو بعد الكتف بشويه حلوين. لو انت شعرك اقصر ال3 معالق حلوين جدا، بس ما يبقوش هرميين، ما يبقوش مليانين قوي. لو انت شعرك اطول شويه هيبقوا ال3 معالق دول هرميين، هيبقوا يكفوا شعرك حلو جدا. هنضيف 3 معالق حنه، وبعد ما نضيف الحنه هنستخدم نوع زيت واحد من اللي هقول عليه دلوقتي. النوع الزيت اللي انا هقوله بناء على شعرك انتي، بناء على شخصية شعرك اللي انتي متابعاها واللي انتي عارفة شعرك بيتأثر بيه اكتر. علشان تفهموا قصدي اكتر، عايزه اقول لكم ان انا شعري مثلا بيجي على زيت الزيتون، بيطول ويتقل من زيت الزيتون. اختي مثلا او رفيف بنتي بيجي شعرها على زيت جوز الهند، فانتي هتستخدمي نوع الشعر اللي شعرك بيحبه اكتر. يعني في ناس بتحب زيت الزيتون وفي ناس بيحب جوز الهند. الزيتين نفسهم بيطولوا وبيتقلوا الشعر بطريقه ملحوظه جدا. ايا كان نوع الزيت الموجود عندك استخدميه، وايا كان نوع شعرك بيجي على نوع فيهم استخدميه، بس ما ينفعش نستخدم نوعين الزيت.
ليه؟ لان كتر الزيت في الحنه بيضيع الجمال بتاعها وبيضيع مفعولها، لان مش من كتر المكونات يا بنات. فهمتوا قصدي؟ يعني تستخدموا نوع زيت واحد بس. انا هستخدم زيت الزيتون لان ده اللي بيجيب نتيجه مع شعري حلوه جدا. هضيف 3 معالق. المكون التاني بقى سحر سحر يا بنات في تغذية الشعر وتتقيله وتطويله وكمان تنعيمه، يعني بينعم الشعر جدا. انا كنت بستخدم بيضة كاملة، اكتشفت ان بياض البيض بينشف الشعر قوي، فهستخدم الصفار بس. وما تقلقوش من الريحة خالص، هقول لكم دلوقتي الريحة دي مش هتبقى موجودة ليه. هستخدم صفار بيضة. تقدري بقى تجيبي البيضة كده وتقسميها من النص، وزي ما انا بعمل كده تقعدي تجيبي البيضة يمين وشمال بحيث ان البياض ينزل في الطبق والصفار بس هو اللي يفضل موجود، وتضيفي الصفار على الحنة علشان الحنة ما تنشفش شعرنا نهائي. هنستخدم الزبادي. الزبادي العلبة دي تقريبا معلقتين، بس احنا هنحتاج 3 معالق، فهنحتاج علبة ونص تقريبا. لو انت عندك بقى العلب الكبيرة استخدمي على طول 3 معالق. الزبادي بتطري الشعر جدا، ومن الحاجات اللي الحنة بتعملها في الشعر ان هي بتنشف الشعر شوية في اول يوم، فالزبادي هيمنع الموضوع ده نهائي. وشعرك بعد ما هتستخدمي الحنة بالوصفة دي، النشفان اللي بتلاحظيه لو كنتي بتستخدمي الحنة دايما هيروح نهائي، مش هيبقى موجود. هيبقى الحنة هتخليلك شعرك طري اكتر وصحي اكتر. ايه هو بقى المكون القمر اللي هيضيع كل الريحة بتاعت الحاجات والاضافات اللي احنا حطيناها على حنة النهاردة، سواء توم بصل بيض، يعني انتوا عارفين الحاجات دي بتعمل ريحة؟ النسكافيه. ومش بس كده، النسكافيه عشان هنحطه عشان يضيع كل الروايح دي. بالعكس، لو ما عندكيش نسكافيه تقدري كمان تستخدمي القهوة. بس عايزة اقولك على فوائد النسكافيه الرهيبة اللي لو انت عرفتيها دلوقتي مش هتستغني عن اي وصفة فيها نسكافيه بعد كده. النسكافيه يا بنات بيمنع تساقط الشعر، بيخلي الشعر ينبت تاني من اول وجديد، بيطلع لك بصيلات شعر جديده، بيعالج الشيب المبكر. لو انت عندك شيب مبكر بصيلات شعرك هترجع للونها الطبيعي، لان النسكافيه المكونات فيه غامقه فهترجع لون شعرك الطبيعي تاني. وكمان بيساعد على ان هو يطول الشعر ويتقله جدا. ضيف للحنة والمكونات بتاعتها معلقة كبيرة هرمية، وهقلب المكونات دي كلها مع بعض. تقدري تخلطي كل المكونات قبل ما تحطيها على الحنة، بس انا حطيتهم كلهم كده على بعض وخلطت الحنة كلها مع بعض. وبعدين بقى هنضيف مية البصل تكون هدت شوية، وهنعجن الحنة. بس انا حطيتهم مرة واحدة لان انا بعجن كتير حنة كتير، فالمية بالنسبة لي عارفة هي بتبقى قد ايه، فانتي حطي واحدة واحدة، حطي مية واحدة واحدة. عايزين الحنة ما تبقاش تقيلة، علشان الحنة لما تبقى تقيلة بتكسر بصيلات الشعر لما تيجي تغسليه. الحنة يا بنات لازم تكون سايلة الى حد ما، بس ما تبقاش سايلة قوي عشان ما تنزلش عليكي وتبهدلك. تكون سايلة شوية بس عشان لما هنحطها في التلاجة دلوقتي لتاني يوم هتمسك نفسها شوية. لما تيجي تحطيها على شعرك هيبقى ده القوام المناسب، وده القوام المناسب اللي انا طالباه علشان الحنة تبقى مظبوطة بالظبط. خلاص كده خلصنا الحنة. هنحط بقى الغطا بتاع الحنة كده. لو ما عندكيش غطا للبولة غطيها بقى باي حاجة، طبق تغطيها ببلاستيك راب، ألمونيوم فويل، اي حاجة زي ما اتفقنا. وهنحطها ليلة كاملة في التلاجة. ليه يا ام رفيف مش هنستخدم الحنة على طول؟ لان الحنة لما بتتخمر يا بنات الفوائد بتاعتها بتبقى قوية اكتر على الشعر، والفوائد كلها كل المكونات اللي احنا حطيناها على بعض دي هتغلغل كلها كده مع بعضها لما تحطيها على بصيلة الشعر بتاعك. فانت بقى حطيها في التلاجة ليلة كاملة، او ممكن تحطيها يوم كامل. يا سلام، ده هيبقى هتزيدها جمال. بس ليلة كاملة مناسبة جدا عشان برضو ما تحيريش نفسك. اليوم اللي انت هتحطي فيه الحنة يكون يوم اجازة لو انت بتشتغلي، او لو انت ست بيت خصصي بقى يوم في الاسبوع انك تهتمي بيه بشعرك بالروتين بتاع شعرك، علشان يبقى اليوم ده هو يوم النهارده الجمعه مثلا هحطه على شعري الحنه، واليوم ده بقى اجازه فمش هيبقى ورايا حاجه ومش هيبقى ورايا شغل بيت كتير. هحط الحنه على شعري وبعدين هغسله. تعالوا نشوف بقى اصعب حاجه البنات بتتخيلها، ان احنا لما نحط ماسك الحنه على شعرنا بيتبهدل والغسيل بقى وكده. هنعمل ايه قبل ما نحط الحنه على شعرنا؟ هنجيب بقى حاجه نفرشها كده على المكان اللي احنا قاعدين فيه عشان ما تبهدلش الدنيا. الاكياس دي بتتباع رول كده زي ما هي، او اي كيس موجود عندك تفرشيه في المكان اللي انت هتقعدي فيه عشان ما تبهدليش السجاده. تاني حاجة هعملها هاخد من نفس الكيس ده جزء علشان البسه انا. فاهمين قصدي ازاي؟ زي الكوافير كده مثلا، لما بتروحي بيلبسك حاجة كده على على الهدوم اللي انت لابساها، بحيث ان لما مثلا تقصي شعرك او تصبغيه ما يبهدلش الدنيا. هنقطع كده الكيس جزئية تدخل الراس بتاعتك، على حسب بقى انت ما هتقصي من النص كده، ويبقى تلبسيه بحيث انك ما تتبهدليش وما تبهدليش المكان اللي انت بتعملي فيه. خلاص كده ده المكان اللي احنا هنستخدم فيه الحاجة.
الحنه اهو، ما بص ولا اي حاجه. خلاص كده حطيتي الحنه على شعرك. استخدمي بقى الكاب ده. الكاب ده انا بجيبه ب10 جنيه من الصيدليه، معرفش بقى سعره بره عامل ازاي. ده بقى فوائده ايه؟ اولا بيخلي الحنه تسخن شويه على الشعر، فبتخلي الشعر يستفيد من الحنه اكتر، وفي نفس الوقت كمان ما فيش اي حاجه بتنزل منك عليكي، حتى لو انتي لابسه الكيس اللي انا قلتلك عليه او مرياله او اي حاجه. ما بيخليش اي حاجه تنقط من شعرك. اي حاجه بتنقط لان الحنه لما بتتحط على الشعر وتحطي الكاب بتسخن شويه، ودي حاجه مفيده جدا للشعر كمان. لو نقطت بينقط جوه الكاب، فاستخدميه حلو جدا وسعره رخيص كمان. خلاص كده خلصنا الحنه وحطيناها على شعرنا. هنخلي الحنه على شعرنا قد ايه؟ طبعا بنات كتير بتقولك ننام بيها. لا طبعا طبعا، استحاله تعملي حاجه زي كده، لان الحنه لو نشفت على شعرك لما تيجي تغسليها شعرك هيتكسر وهيبوظ نهائي. الحنه يا بنات من 2 ل4 ساعات فقط. ال4 ساعات حلوين جدا جدا ان شعرك يستفيد من كل المكونات اللي احنا حطيناها على شعرنا النهارده. واكتر من كده ما تعمليهاش. 2 4 ساعات بالكتير جدا. وتعالوا نشوف هنغسل الحنه ازاي. نستخدم الميه الدافيه ان احنا ننزل بيها الحنه من على شعرنا. الميه الساقعه مش هتنزل الحنه خالص. حتى لو انتي في الصيف زي دلوقتي استخدموا الميه الدافيه يا بنات في الصيف وفي الشتاء، بتخلي الشعر حلو جدا، غير الميه البارده اللي هي نازله من الحنفيه عادي. دي مش حلوه خالص للشعر. خلاص نزلنا الحنه من شعرنا، لسه في بواقي حنه بقى لازقه على شعرنا مش راضيه تنزل خالص. هتستخدمي البلسم، مش هتستخدمي الشامبو نهائي. البلسم لما تحطيه على شعرك هينزل بواقي الحنه كلها، مش هيتبقى اي حاجه. اولا البلسم كمان هيساعد ان الترطيب الموجود في الحنه اللي احنا عملناه هيساعد على ترطيب الشعر جدا. الشامبو هينزل كل الفوائد اللي احنا عملناها في الحنه، فمش هنستخدمه اول يوم. اول يوم هنستخدم البلسم بس ان احنا نغسل بيه شعرنا، هيبقى نضيف ما تقلقوش. وتعالوا نشوف. خلاص احنا اول يوم خلصنا الحنه دلوقتي وشعرنا بقى صحي، وهتلاحظي الفرق تماما بعد ما تستخدمي. هتلاقي شعرك صحي اكتر وبيلمع اكتر. تعالوا نشوف بقى الماسك اللي احنا هنعمله تاني يوم علشان يزيد الشعر جمال وطول اكتر. الماسك ده يا بنات سحر سحر بجد. اعتبروه كده بديل البروتين للشعر، بيغذي الشعر جدا وبيطوله وبينعمه جدا جدا جدا. انا بعمله بعد كل مره بعمل فيها الحنه، بيفرق مع شعري وطول شعري جدا. المكونات سريعا كده: معلقتين كبار زبادي، العلبه الصغيره دي بتساوي معلقتين بالظبط. وكمان هنحط معلقتين مايونيز. هنحط كمان زيت جوز الهند. زيت جوز الهند من الحاجات المفيده جدا للشعر، هو بيبقى تقيل شويه كده، ده الاصلي بتاعه. وكمان هنحط معلقه كبيره نسكافيه. كل المكونات دي هنقلبها كويس جدا لغايه لما النسكافيه يدوب في كل المكونات اللي احنا حطيناها. وبعدين هنضيفها بقى على شعرنا من اطراف الشعر من تحت. هتتغلغلي كده وتقعدي تدهني شعرك من تحت كده عشان الهيشان، وتطلعي بقى فوق تحطي على فروه راسك وتدعكي شعرك كويس جدا. وبعدين هتغسلي شعرك بالشامبو بميه دافيه وبس. وشوفوا بقى النتيجه وادعولي ادعولي بجد. هيكون الماسك اللي هيغير شعركم 180 درجه. هيطولوا ويتقلوا في نفس الوقت، هينعموا جدا ان شاء الله. لما تجربوا وصفه الحنه بتاعتي وكمان هتجربوا الماسك اللي انا قلت لكم عليه النهارده، هتغير شعركم 180 درجه. وهتيجوا هنا تكتبوا لي في التعليقات ان انتوا شعركم اتغير وبقى طويل وصحي جدا. اتمنى فيديو النهارده يكون كان مفيد بالنسبه لكم واستفدتوا ولو بحاجه بسيطه منه. هستناكم في الكومنتس عشان تقولوا لي عايزين ايه في الفيديوهات الجايه. ما تنسيش تضغطي لايك لفيديو النهارده لو عجبك، وتشتركي في قناتي لو اول مره تشوفيني. اشوفكم في فيديو جديد على خير. باي باي.